السلام عليكم ومرحبا بكم. تفضلوا معايا الكوزينه. اليوم رايحين على بركه الله نحضروا ان غراتان بطريقه مختلفه. بعد بسم الله والصلاه على رسول الله رايحين نحضروا هذا الغراتان. اول حاجه ندو نص بوكي تاع شوفله، نقسموه هكا دي بوكي صغار ونديروه يغلي في الماء وشويه ملح وقطرات من الخل، نغلوه 10 دقائق ونصفوه، نحطوه في طبسي كما راكم تشوفوا، نضيفوا له الملح والفلفل الكحل والقزبر اليابس، نزيدو 2 مغارف كبار نتاع الزيت وكاس ماشي معمر نتاع الحليب تقريبا فوق النص بشويه، 2 مغارف تاع لا شابليغ و2 حبات بيض. لي بوكي تاع شوفلوغ سيو تقسموهم اون دو، انا راني قسمتهم لهنا ما نخليهمش كبار بيطيبوا لنا مليح. نفرغوا هذاك الخليط في امول اللي ما كنتش درت له لا مارغرين، امول نورمال، ونزيدوا له الفرماج وندخلوه للفرن نخلوه يطيب غير شويه واحد ل5 دقائق هكاك. نجيبوا غرفيه صغيره ولا طبسي نحطوا فيها 2 مغارف كبار نتاع لا مارغرين ذايبه، نزيدوا لها سنينه نتاع الثوم مرابيه ونزيدوا مغرف صغيره تاع الزعتر ونفرغوا كلش على الوجه نتاع لو غراتان، نخلوه يتحمر، ما تخلوش يطيب بزاف من تحت، غير شويه وطفوا له وشعلوا له من الفوق وخلوه يتحمر في غرضه. الكغاتان تاع شوفلوغ وجد وتحمر ما شاء الله وجابنين روعه. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه. ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله وحفظه، ما تنسوش اللايك والاشتراك. مع السلامه.